السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا أعمال فنية وأكلات شهية. إن شاء الله النهاردة هنعمل الفول المدمس. هنعمله بطريقة سهلة جدا في البيت وبسيطة وبيرمي معانا كمية حلوة قوي. أول حاجة أنا جبت نص كيلو فول، تكون الحباية بتاعته فاتحة وحجمها كبير، ونقعتها في مية سخنة لمدة حوالي ساعتين، وغيرت عليها المية مرتين، يعني حطيتها وبعد ساعة غيرت المية، وبعدين صفيتها تماما زي ما احنا شايفين كده. بصوا حجم الفولة انتفخ معايا كده. وبعدين هغلي مية على النار وهنزل فيها بالفول اللي انا كنت نقعاه بالشكل ده، وهحط معاه كوباية من العدس الاصفر بالشكل ده، وهنحط ليمونة هنقطعها 2 كده ونحطها، طبعا دي بتمنع الأكسدة بتاعة الفول، ومعلقة من الكركم بالشكل ده. والمكون معانا اللي هيخلي الفول دايب خالص هو نص معلقة من البيكنج باودر، هنحطه كده معاهم ونسيبه على النار يغلي حوالي ربع ساعة. أول ما يبدأ يغلي معانا بالشكل ده هنوطي عليه النار ونسيبه حوالي 4 ساعات على النار مغطيينه، ولو لقينا المية بتنقص بنسخن مية ونزوده. بصوا الفول حلو ازاي وشكله جميل وما سودش ولا اي حاجة، بسبب الليمونة وبسبب ان انا كنت بزوده مية سخنة اول ما المية بتاعته بتقل. بعد كده هجيب بولة وحطيت فيها شوية مية ومعلقتين من الدقيق. الدقيق بيربط لي كل المكونات مع بعض وبيدي لون حلو. هضيف الدقيق بتاعي بالشكل ده وهقلب الفول وهسيبه يغلي كمان حوالي ربع ساعة ويبقى معانا جاهز. نعمله بقى بالطريقة اللي تعجبنا، ان شاء الله تكون الطريقة بسيطة وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.